وجوه. انت تخدم في المعبد ما نخدمش. علاه؟ انت عندك الاكتافني ما عنديش، عندك معناها شكون شخصيا ما عندي. اما بصراحه عز تونس بصراحه ضعيفه ياسر، وحد ما يعطي حد زاد. الناس شابه غادي الخدم غادي، هنا ما ثمش خدم، هنا ما ثم شيء. برا نمشي نشوف الشباب مش لاقي باش يتكيف سيجار مش لاقي باش ياخذ. هم اثنين عايشين في حال، اقسم بالله ازمه، تعرف ازمه حال. نحب حتى توضح الامور، نكونوا الامور بوضوح. اللي ما عندوش خدمه يهز صبعه بربي يهز يده. والله الناس كلها. أصوات دعت إلى مساءلة فنانين تونسيين شاركوا في حفل قيل إنه نظم في إيلات لفائدة إسرائيليين من أصل تونسي، يظهر فيه أحد الفنانين هاتفا بحياة بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره مناهضو التطبيع انقلابا على الموقف التاريخي لتونس من القضية الفلسطينية. خرجت فتاة على الهواء مباشرة وتعطي نوع من السكتش نثر وفيه كلام فاضح جدا، لا يمكن لعائلة شريفة أو حتى نصف شريفة أن تتابع هذا البرنامج. الأب والزوج وأبناء الصغار بجانبه، كيف يمكن أن يمرر مثل هذا البرنامج؟ I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. اللوك نتاعو يعجبك اللوك ولا تعجبك الكلمات نتاع الاغاني؟ الكلمات نتاع الاغاني زاد اللوك يعجبني. ما نتصورش باش تسال واحد ما يتعلمش يجاوبك على الكيستيون هذه، خاطر مش حكايه انفلونس ولا انا تمشي تخير ستيل ميتال ايا توا انا مش نخير ميتال، نو جامي. حكايه فيها جو فيها اغاني موسيقى الراب الملتزمه والسياسيه منها خاصه. اغاني تدفع مع نساء الاجيال القديمه التي كانت تستمع الى اغاني شيخ امام او فرقه العاشقين مثلا، ومحاوله مثل هذه الفرق للتوفيق بين الجانب الفني والمضمون، فايصال الكلمه او الرساله الى السياسيين يكون هامشا اساسي لما تطلق عليهم. يعني انه حتى الانسان العادي انه يبحث يعني ياخذ بآية مبادئ البلاد، واذا كان هذا الانسان معتبر في هو صراحة رباعي بلا مجاملة. هل حصل في يوم من الأيام وارتكبتم قبلة في ساحة عمومية ويزرع في أحد الصدق؟ نعم. وأنت شاب؟ نعم هذا درويتي في كرهبة أحسن من أحمد يا أخي ثم واحد معاه في وسطك. الاتحاد العام التونسي للشغل قررت شن إضراب في قطاع التعليم الثانوي يوم 27 من يناير كانون الثاني المقبل. وأورد الأسعد اليعقوبي المكلف بالإعلام في النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس أن هذا الإضراب الاحتجاجي ستسبقه لأول مرة اعتصامات داخل المعاهد وحمل الشارة الحمراء وتجمعات متزامنة أمام إدارات التعليم في مختلف ولايات البلاد. بالنسبة لي مجتمع ولا غلط تماما. معناتها بالنسبة لي البكارة مشغولة باش يفقدوها مش باش تقعد. التي قامت بها القوات الامنيه ليله البارحه والمداهمات الليليه والاستفزازات الموجهه للمواطنين. انطلقت مسيره كبرى اليوم على الساعه 1 بعد الزواج، شارك فيها كل اهالي منزل بدايات رجال ونساء واطفال وشيوخ
إلى آخره. تمت المصادمات والمواجهات العنيفة، على إثرها استعمل الأمن الرصاص الحي، فاستشهد هذا الشاب حمد العماري وهو متحصل على الاستاذية في العلوم الفيزيائية. البريود قعدتها بطال، خاطر بطبيعتها الخدمة اللي بيستخدمها ما تجيش تصور فلوس تخليك تنجم تعيش بها، يعني ممكن تعيش بطال ترتاح في بدنك وشوية تعب في المخ. فواز ربي يصوننا، فواز ربي يصوننا، نص متر وفي كلزونة. تحطوا تفتيش انت في الشبكة. ما يعملوا فيها الناس زي ما انت يعملوا هكا، بس يعملوا هكا يخرجوا في الستريم، يخرجوا في الستريم. ما انا دخلت في سبوتليك ستريم، جا سلم عليا قال ستريم سترونج معاك. كنتوا تشرفوا لطفي العبدلي. شنو تحشم ستريم سنة نوفيل فيرسيون تاع الشورت. Chercher avec des moyens de bord modestes de la satisfaire. Mohamed n'avait pas de problème avec les femmes. Sûrement, il pouvait porter un regard admiratif. Et Mohamed a dit bon, frappe-le, gifle-le. Mohamed n'avait pas la possibilité de changer de fond en comble une société où la femme était encore... Bon, il a un peu surestimé les hommes, hein, parce que 13 siècles plus que تجددت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة أعمال شغب قام بها عدد من سكان منطقة بنغردان التونسية الواقعة في المنطقة الحدودية مع ليبيا، وذلك احتجاجا على إغلاق الجمارك الليبية، بوابة تجارية حدودية رئيسية تربط بين البلدين. وقال شهود عيان بمدينة بنغردان التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن جنوب العاصمة تونس أن متظاهرين قطعوا الطريق الرئيسية المؤدية نحو العاصمة بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة، ورشقوا قوات الأمن التي تدخلت لتفريقهم. أمام حرب جديدة. ما معنى حرب جديدة؟ نحن اليوم أمام ثقافة جديدة. هذه الفتاة تعاقب لأنها قامت بدور جريء يطلبوا الدورة نتاعها في شريط الدواحة، وانا نشكرها على الشجاعة نتاعها، لانه ديما نقول تنجم تكون فنانة او ممثلة تمثل بحوايجها الكل وهي ممثلة رديئة تظهر لك عريانة، وتنجم ممثلة عارية تماما وتقوم بالدور كما ينبغي ويبدا موظف تظهر لك. المعلوم ان بلادنا تشهد تكاثرا ملفتا في بناء المساجد في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن، حتى أن المسافات التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة، مع درجات من الديسيبل فائقة العلو، مما يمثل إزعاجا لا للمتساكنين فقط وإنما للدارسين في المؤسسات التربوية والجامعية، وأحيانا يكون الجامعة لصيق بمؤسسة العدل يا ريس. الظلم كتر قوي، الظلم بقى على ودن والمظالم مش لاقيين بقى. انا عمري ما كنت ظالم، والظلم ده انا ما بحبوش. يمكن انت، لكن العله في كل الشله اللي حاططهم بيننا وبينك. انت بتحاول تشوه الصوره. انا بابي دايما مفتوح ليهم هم مش للشعب. هم قالوا لك بلدنا دي جنة،
وكل الشعب بيبوس رجليك. شله منافقه بمليون وش قدامك وشوشهم نعم اهل التقوى والاحسان. اما علينا فهم غلال خطفوا الفرحه من وش العين، سرقوا اللقمه من الغلبان. احترم نفسك، شوف انت بتكلم مين. انا اسف يا ريس، ما تزعلش مني يا ريس، الواحد تعبان. تقصد تقول انك تعبان؟ كلامك مش صادق، كذب. الكلام ده ما جاليش ابدا في التقارير. بتعرف حل من التقارير؟ طب ده التقارير وصفانه حمير، اللي يعلي صوته ارهابي واللي ماشي في حاله حقير. طب قالوا لك ايه عن الفواتير، عن الطوابير؟ قالوا لك ازاي الليل بيعدي على المديون؟ جابوا لك سيره معاها 6 عيال ودايخه على معاش المرحوم اللي اساسا مات بالجوع.